فكمل طريقه عادي وماشي، كان ماشي شويه بشويه لغايه لما لقى الكلام بتاعه بيتردد. ازاي؟ اخواتي اهلا بيكم في كل مكان. النهارده الفكره مختلفه. النهارده فكرتنا بايه؟ فكرتنا النهارده اننا هنقول قصه رعب، واسمعها للاخر وشوف الفايده وشوف منها احداثها. بس قبل ما اخش لكم على القصه متنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. مش هطول عليكم ويلا بينا. قصتنا بتبدأ معانا النهاردة بالشاب يوسف. قصة اسمها ولد والظل اللي وراه. ازاي افهمك؟ كان يوسف كان في منطقة من الارياف، فيه جبل عالي. الناس تاني يقولوا محدش يطلع الجبل ده خالص بعد المغرب، لان لو يطلع هيحس بحاجات غريبة وان في حاجة بتمشي وراه. يوسف ضحك وهو مايل، لا انا هطلع وهشوف الناس بيتكلموا كده ازاي واعرفهم ان مفيش حاجة. يوسف طلع الجبل، بس اول ما طلع وصل نص الجبل كده ما عادش فيه اي اصوات، وكان خلاص المغرب هيأدي ولا سامع اي صوت ولا اي حاجة. فماشي يوسف، فلقى الظل بتاعه سبقه. الظل سبقه قدام ويوسف ماشي. فيوسف قام واقف كده، انا بتخيل اكيد. فكمل طريقه عادي وماشي، تاني ماشي شوية بشوية لغاية لما لقى الكلام بتاعه بيتردد. ازاي؟ كل ما يقول كلمة الكلام يطلع مرة تانية، هو بيطلع منه ومرة تانية من غيره. ما قلت لكم في اول فيديو، الناس تاني يحذروا محدش يطلع بعد المغرب. بعد هو بقى الكلام عمال يتردد، يوسف وقام طلع يجري تاني. فيوسف بيجري على اخره بقى، فسمع ان في اصوات حاجات ياما كده جواه، اصوات هو مش متخيلها اصلا. فيوسف بيجري والنفس بتاعه برضه بيتردد. يوسف تاني يبكي لغاية بعد العشاء وهو واقف مش عارف يعمل ايه. فيوسف بيبص على الظل كده تحته، ملقاش الظل كان سابه قدام وهو مفيش جنبيه ظل خالص. فيوسف قام قايل بصوت عالي، آسف والله ما عدت طالع الجبل بعد المغرب. وفجأة كل حاجة سكتت وكل حاجة راحت. يوسف نزل، معادش في حاجة خالص. كده تكون القصة انتهت. فايدة قصتنا بقى ايه؟ اقول لكم الفايدة ايه. الفايدة ان انت متستهونش بكلام حد اكبر منك، لان ممكن الكلام بتاعه يفيدك. وان انت مش اي مكان تروحه في اي وقت، لازم تبقى فايق وعارف انت بتعمل ايه. واستنيني في فيديوهات جديدة. سلام.